الخير يا شباب، بكم في قناة النهارده الشباب ازاي عارفين الرصيف ده لونه ايه؟ ازرق فاضي. استنى دقيقتين بالظبط هنعدي الكارت لونه اصفر في اسود. نركبه تمام. 5 جنيه هات ربع جبنه تركي. بتجيب ب 5 جنيه تركي جبنه تركي اللي هي مش رومي يعني. لا تركي ب 5 جنيه مش جنيه. نروح علينا بس نجيبوا حاجه وهنروح ومش هنروح. في اعظم بلكونه في اسكندريه. ميمي يا ميمي طب ايه، مش هتجيبه ولا ايه؟ مش هتجيبه؟ بالليل ريحة اليود هنا في المكان عالية جدا. تحس ان احنا في فرقة نجا عطلة. نزلنا في حتة فيها غيط، الشباب ايه؟ الشمس مرة واحدة جامدة قوي وغيط واقفة الطريق السريع اهو. طيب انا بحاول اطلع لهم بس من الواضح ان انا لازم اخد لفة كبيرة. ايوه طلعوا من هنا، من هنا كده. بس منظر الغيط الاخضر والله ده علي مفيش حرفيا احسن من طبيعه الاستجمام. شفت كده اول السفريه دي، يعني حرفيا يا جماعه السفريه دي بالذات اكتشفت ان مفيش احسن من الطبيعه جدا للاستجمام. اولى من 100 حته ممكن تصرف فيها فلوسك او كده. بص انا ورايا غيط اخضر مش اكتر، شمس وبتاع، الجو جامد قوي والله. ممكن تتخيل وتتامل من هنا لبكره، تفكر في افكار وفي حاجات، تكتب حاجه بتاع، تحل حاجه معرفش ايه. انت عارف الكلام ده، انا بحس ان الحاجات مثلا اللي فيها تكنولوجيا بالزياده او الحاجات المودرن، الحاجات اللي فيها صرف، تفتقد الموضوع ده. مفيش تشتت للبال، حرفيا انت قاعد هنا تفكر في ايه يعني؟ تفكر في ايه غير في اللي انت بتفكر فيه؟ ده ممكن في مول او كده تشتت في اكتر من حاجه، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده انا عارف، بس عادي يعني ناكد على الموضوع برضه لان هو عاجبني جدا والله يا جماعه. الموضوع ده هيفضل في دماغي المعلم، حته ان الطبيعه لها اولويه. برضه بيصعب عليا جدا ان مصر فيها حتت كتير جدا جامده بس مش بتطلع في الفيديوهات. انا بس ماشيين على الطريق فيه كميه غيط طبيعي جامد قوي. اسكندريه لو قعدت اصور فيها من هنا لبكره، لو رحت 600 رحله مش هعرف اصورها كلها ولا اعرف اوثقها كلها. كفايه مدينه صغيره بس مليانه ثقافات ومليانه ناس طيبه وفيها مطاعم اكل. يعني الاسكندرانيين دايما معروفين بالاكل بتاعهم ان هو يحبوا الاكل. فهنحاول ان احنا نصور مصر ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، نحاول نبينها ونبين الجانب السياحي لمصر كما لم تراه من قبل. حط هايلايت واندرلاين على الحاجات اللي هي ان هي تتصور قبل حتت كتير قوي مثلا فيها غلاء فارغ. حط على الحتت الطبيعيه والحتت الاثريه دي اولويه الاول. انا ابني بره مصر بس يا ريتكم تدعمونا تشجعونا على حاجه زي كده. ممكن لايك او شير او حتى سبسكرايب، الحاجات دي بتفرق جدا مع المحتوى ان هو يطلع لفوق. شجع الواحد ان هو يكمل يعمل محتوى زي كده، ممكن يفرق جدا على فكره في سياحه مصر وفي اقتصادها مع الوقت يعني. بس انا متفائل بالسفريه دي جدا. مش عارف الواحد ممكن يكون فين بعد سنه او سنتين يوتيوب من دلوقتي. نفس الساعه بتاعت مصر مش للدرجه دي يعني، انا بس ايه بنحاول نبين حلو اللي في مصر، بس مش عايزين اكتر من كده والله.